يا شباب ويا فتيات، لازم نفوق، لازم نصحى يا جماعة، لازم نغير الآن حالنا، لازم نقترب من الله سبحانه وتعالى، لازم نقول يا رب الآن نحن نريد الجنة، نريد أن نغير حياتنا، نريد أن نقترب منك، نريد أن نرجع إليك، قربنا إليك يا رب، خذنا إلى شاطئ الإيمان وواحة الرضوان، أبعدنا عن العصيان، جنبنا النيران، أعتق رقابنا من النار، خذ بنواصينا إليك. هذا حال المسلم الصادق الذي يريد التوبة. إن قبل المغرب بابا خلقه الله للتوبة، عرضه مسيرة 70 سنة أو قال 40 سنة، لا يسد لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. لو تأملت هذا النص جيدا وعلمت كرم الله وجود الله، ستجد نفسك تحدثك مباشرة أن تتوب الآن، وستجد نفسك تصغر أمامك وتنزل وتقل وتقول يا نفسي ليه؟ لماذا تفعلي هكذا في حق الله؟ ليه يا نفسي تغضب الملك جل وعلا؟ ليه يا نفسي تفرطي في رضوان الله سبحانه وتعالى؟ ليه يا نفسي أنت بعيدة عن الله جل وعلا؟ بل اسمع هذا الحديث الرائع، الحديث القدسي. يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا الله، احنا فقراء يا جماعة إلى الله، احنا فعلا محتاجين إلى عفو الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا، عندك كبائر وعندك صغائر وعندك معاصي، وفي الصيف ذهبت إلى الشاطئ ونظرت إلى النساء، وفي الليل جالس على الإنترنت وشاهدت ما يغضب الله، وأنت إذا جلست مع أصدقائك تغتاب وتكذب وتغش وتنم، وأنت إذا اجتمعت بصديقاتك تحدثت في عرض فلانة وفلانة، وأنت إذا سمعت المؤذن نمت ووضعت المخدة على رأسك، وأنت إذا سمعت نداء الله انشغلت بأولادك وأطفالك ونسيت الصلاة. إذا جئت بقراب الأرض خطايا بكل هذه الذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أعظم جود الله وما أعظم عفو الله. يا ابن آدم، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني إلى أصل السماء، إلى أعلى السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى أعلى السماء غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. بالله عليكم اللي يسمع النصوص دي يا شباب يا بنات، ألا يشعر أننا فقراء إلى الله؟ ألا يشعر أننا محتاجون إلى عفو الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، النتيجة يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لا أحد أكرم من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أعظم عفوا من الله جل وعلا. اسمعوا هذا الحديث الرائع في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا، إذا أذنب العبد ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله: عبدي أذنب ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنب تبت على عبدي. عبدي أذنب ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنب تبت على عبدي. قال بعض الصالحين: إن نعمة التوبة تستوجب الشكر. يعني هناك نعمة أنك أساسا لم تستمر في المعصية. واحد أذنب، واحد نظر إلى الحرام، واحدة وقعت فيما يغضب الله جل وعلا، إنسان أكل الربا، إنسان سرق، إنسان أغضب الله جل وعلا بعقوقه لأمه وأبيه. هذا الإنسان لو استمر في هذه المعصية فهو في غي وهلاك وضلال. بمجرد أن يتوب، كونه تاب إلى الله هذه نعمة، يجب أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، يقول يا رب لك الحمد، غيري مستمر في العصيان لكن أنا يا رب أفقتني من الغي، أفقتني من الضلال، دللتني على الهدى، أخذت بيدي إلى ما يرضيك، لك الحمد يا رب. من الخطوات العملية للتوبة: احذر من اليأس، إياك أن تيأس. واحد من الشباب يقول أنا من 20 سنة وأنا أعصي الله، واحد يقول أنا وقعت في الحرام 20 مرة، إنسانة تقول أنا منذ 5 سنوات وأنا متبرجة، فتنت الناس بعطري والميكب والمكياج والملابس الضيقة. إذا لا تيأس، لا تقنط من رحمة الله جل وعلا، لا تيأس يا أختي. يحدثني أحد الإخوة الدعاء يقول كنت في نزهة برية
ووجدت أحد الإخوة يغني بآلة العود، فجئت عنده وسلمت عليه وقلت له: يا أخي، إن هذا أمر يغضب الله، وقد حرم الله المعازف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا شيخ، أنا من 30 سنة وأنا بغني بالجيتار والعود، هل يغفر الله عز وجل لي 30 سنة؟ هل يغفر الله عز وجل لي 30 سنة؟ قال: قلت له: نعم، الله جل وعلا يغفر لك 30 سنة و20 سنة و50 سنة، الله سبحانه وتعالى يغفر لك كل هذا ويعفو عنك ويتجاوز عنك ويكفر سيئاتك، بل ويبدل الله سيئاتك إلى حسنات. قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما أكرمك يا ربي، ما أعظم جودك. هل في الدنيا غني أو كريم يعطيك بدل القرض زيادة؟ أنت ربما أسأت وقصرت في حق الله، لكن إذا تبت غفر الله لك تلك الإساءة وذلك الذنب، بل ويقلبه إلى حسنات، بدل الله جل وعلا هذه السيئات كلها إلى حسنات. فما أحسن هذا وما أجمل هذا. هذه خطوات يا شباب ويا فتيات حتى نقبل على التوبة، حتى نمشي في طريق التوبة، حتى نمضي بعد ذلك إلى الجنة وندخل إليها ونقابل فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.